تعالى اقول لك، لو انت في ماريوت ماركيز وعايز تاكل اكل ايطالي تروح فين؟ اليوم رحنا على فندق ماريوت ماركيز في مطعم كويك بايتس عشان نجرب بعض الأطباق الإيطالية. المكان ديكوراته حلوة جدا وتفتح النفس. وبدأنا بطبق الجمبري والبروكلي، وعلى الوش في قطع الخبز المقرمش مخلي طعمه جميل ولازم تجربه. الطبق ده اسمه بريزولا، المقصود بيها اللحمه اللي محطوط عليها عامله زي البيكن اللي بتحط على البرجر، محطوط عليها جبنه موتزاريلا ايطاليه اسمها فيورو ديلاتيه، محطوط عليها زيت الزيتون والجرجير على الوش، عجينه ايطاليه اصليه اللي هي العجينه الرفيعه. المكونات دي كلها مدياك طعم خرافي، تستاهل التجربه. الشيف رشح لنا طبق المقبلات ده، عباره عن فلفل مقلي عليه طبقه كراست، بس الطبقه الخارجيه مغيره طعمه تماما. حبه البركه عليها جبنه بارميزان، وبينزل معاه ديبنج سويت تشيلي بس قالب على جبنه قديمه. ده طبق البيف تندرليون، ولكن عباره عن قطعه لحمه وملفوفه معموله رول وجواها سبانخ وتحتها قرنبيط مطحون. اوه، يعني انت لو ما بتحبش السبانخ مش هيعجبك. الطبق ده بالنسبه لي حلو جدا، ولكن في عيب واحد، البورشن بتاعه صغير شويه. كرواسون بنديكت، كرواسون بالزبده عليه البيكن وفي جبنه والبيض المسلوق. زوروني يا جماعه. بس الكرواسون طعمه حلو جدا، بيض هو نص سوا بس مش باين، كومنت وحيد بس بعض البيكن محروق.